اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في صدى النهار. سننتقل الى الاخبار المحليه، والخبر الاول خاص بالنادي الاهلي بعد هزيمه الامس امام انبي بهدف مقابل لا شيء وخروجه من كاس مصر. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي نفى تماما اي غرامات او جزاءات على اللاعبين كابتن خالد او عقوبات على اللاعبين او الجهاز الفني، وخدوا النهارده راحه سلبيه للاعبين النادي الاهلي، وغدا هيستأنفوا التدريب بمشيئه الله. والله يا كابتن هو شيء طبيعي جدا. النادي الاهلي طبعا ما يفرضش عقوبه على لعيبه النادي الاهلي. اعتقد ان هم يعني لاعبين كبار جدا وعندهم خبرات وعندهم بطولات كتيره جدا جايه في سجلهم. يعني ما اعتقدش ان خساره مباراه او خساره بطوله قبل كده ممكن تاثر كتير جدا على اداره النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني وعلى لعيبه النادي الاهلي. كل اللي مطلوب من النادي الاهلي هو بس الراحه السلبيه الذهنيه لبعض اللاعبين اللي عملوا مشوار طويل في الفتره الاخيره وعملوا تلاحم في الموسم. انا اعتقد ان جوزيه يعني عنده من الخبره وعنده من العبقريه تكفي لاداره النادي الاهلي الفتره الجايه. بس من خلال كابتن تامر، من خلال البرنامج بتاعنا، انا بصراحه عاوز اعتذر لجونيور، لان انا امبارح قلت عليه 140 كيلو وانا ما اتعودتش ان اجرح في لاعب مهما كان مصري او برازيلي او لا طريقتي ولا اسلوبي. فانا من خلالك ومن خلال البرنامج بتاعنا ومن خلال قناه النهار انا بعتذر للاعب ممكن ما يكونش فاهمني، بس بعتذر له. يعني انا كشخص ما بحبش اجرح في اي لاعب. اكيد كابتن غالي. طبعا انت بتطلب راحه سلبيه بالنسبه للاعبين. يعني هو يمكن مانو جوزيه في هناك اجتماع هيعقد ما بين لجنه الكوره او مجلس اداره النادي الاهلي مع مانو جوزيه. هل عايز معسكر؟ هل عايز مباريات وديه؟ هل هيعمل الفتره المقبله النادي الاهلي؟ واعتقد ده شيمه الانديه الكبار. يعني طبعا النادي الاهلي نادي كبير، ويعني مر بمراحل كتيره جدا ممكن تكون اسوأ من الوقت الحالي، وقدر ان هو يلم نفسه. الانديه الكبيره ميزتها ان هي بتلم نفسها بشكل كبير وبشكل مؤثر. جوزيه زي ما قلت لك يمتلك من الخبرات ان هو يقدر يعدل اوضاع كتيره جدا. انا بس كان كلمتي الوحيده انا كنت اتوقع ان لجنه الكره في النادي الاهلي من خلال جوزيه وكمان الناس اللي هم متواجدين ان كانوا يعملوا صفقات لاعطاء نواحي دفاعيه اعلى بكتير للنادي الاهلي، لان النواقص معروف في النادي الاهلي لكل الناس، مش ليا انا بس لوحدي، حتى لمانو جوزيه. طبعا اعتقد النادي الاهلي الفتره الجايه ممكن يلم نفسه بشكل كبير وهيبقى منافس قوي لبطوله الدوري الممتاز، وكمان هيلعب على دوري ابطال افريقيا، والانديه الكبيره بتلعب بنفس الشكل. النقطه الثانيه يا كابتن، كل مواقع الانترنت امبارح كتبت ان انا قلت ان البدري افضل من جوزيه. انا ما قلتش كده خالص. انت عقدت مقارنه بس. انا قلت ان جوزيه البدري الموسم الماضي كان في الفتره ديت وصل فاينل كاس ولعب على بطوله الدوري وكسب بطوله الدوري ولعب على سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا، مع ان الصفقات قليله. طبعا من الصعب ومن المستحيل تعمل مقارنه بين حسام البدري وبين مانويل جوزيه. مانويل جوزيه لديه من البطولات تكفيه الى ما لا نهايه. صحيح في بعض الاخطاء الفنيه وده وارد مع اي مدرب، حصلت مع انشيلوتي، حصلت مع سير اليكس فيرجسون، حصلت مع مورينيو، بتحصل في الوقت الحالي، هتحصل مع جوارديولا اللي هو المتوج، حصلت مع نادي الانتر اللي بيعاني من مشاكل كتير جدا. طب يعني عشان الناس بس ما تحورش الكلام، كل ده من مباراه واحده؟ امال لسه قدامنا سيزون كده. لا هي الموضوع كله اصل خد بالك المواقع الانترنت بتحور الكلام. لا حسام البدري انا انتقدته وله احترام وله تقدير، وزي ما قلت لك انا ما بحبش اجرح في حد. ثانيا مانويل جوزيه، خالد بيومه او اي شخص في مصر هيتكلم عن مانويل جوزيه هو له امكانياته وله وضعه وله تقديره. بالظبط. بالاضافه طبعا لمانويل جوزيه انا لا كلامي هيقلل من بطولاته ولا هيزود من بطولاته. هو مدرب عبقري وانا احترمه جدا واقدره جدا، ومن افضل المدربين الاجانب اللي جم تولوا اشراف النادي الاهلي في مصر. نعم. الخبر يعني الثالث خاص بنادي الزمالك. هنقول الخبر الاول بنادي الزمالك، يعني خبر ان نادي الزمالك بيطالب تعديل عقده. يعني في خبر اخر يعني خاص بالمدير نادي الزمالك، وخبر الثاني طبعا عشان معانا الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات على الهاتف. خبر بيقول ان نادي الزمالك عايز ياجل مباراته من الساعه 5 للساعه 8 يوم الاحد القادم بمشيئه الله. كابتن عامر اهلا بيك معانا. اهلا بيك يا كابتن تامر، تحياتي للكابتن خالد. ازيك يا استاذ عمر؟ الله يخليك. كابتن عامر، طبعا هل وصلك فعلا فاكس من نادي الزمالك بيطلب تغيير الميعاد من الساعه 5 للساعه 8؟ الحقيقه لغايه الساعه 3 كان الاداره بتاع المسابقات كانت مشيت ما حدش بلغني بالفاكس. نعم. انا سمعت ان هم بعتوا فاكس يعني. نعم. وحضرتك هتتخذ موقف في هذا الموضوع، يعني هتأجل لهم الميعاد من 5 ل 8 وده لا بيتضارب مواعيد اخرى؟ والله احنا لما حددنا المواعيد طبعا حضرتك عارف ان احنا بنحدد قبل المباريات، ما نعرفش في كاس مصر غير الدوري. نعم. ما نعرفش مين هيوصل ومين مش هيوصل، وبالتالي بنحدد مواعيد مسبقه. وبالتالي لو في فاكس من كلام من ده لازم هناخد موافقه اللجنه ونشوف القرار السليم اللي هو ما يضرش بالقنوات الفضائيه. نعم. والرعاه والفرق المشاركه كلهم. صحيح.
وناخد القرار اللي فيه المصلحه للكل ان شاء الله. هو لما الفاكس بيتباع بيبقى القرار او الطلب بيبقى مسبب، السبب فيه موجود يعني؟ والله انا ما قريتش الفاكس الحقيقه. ما حضرتك ما قريتش الفاكس. انما لما اقراه طبعا اشوف الاسباب ايه، لو فيها حاجه مقنعه وما بتضرش باي طرف من اطراف المسابقه اللي هم مكملين في كاس مصر حتى الان. نعم. ممكن بناخد القرار السليم. لان حضرتك انا عارف يعني والناس عارفه ان كاس مصر بيبقى ليه وضع خاص انك انت بتعمل القرعه وما تعرفش مين. هم طالبين عدد جماهيري اكتر، اللي هم طالبين 45,000 تذكره نادي الزمالك، فطالب قال الساعه 5 مش هيبقى فيه حضور جماهيري كتير، الساعه 8 يبقى فيه اكثر حضور جماهيري في هذا الموضوع. يعني هو المفروض يبقى فيه طبعا تكافؤ فرص الانديه كلها. نعم. لان زي نادي الزمالك طبعا نادي كبير، والنادي الاهلي جميع الانديه انديه كبيره جدا، لكن في حقوق الانديه ثانيه، وفي حقوق لو مش هتأثر على أي طرف من الأطراف من الأندية الأخرى، والشركة الراعية والقنوات الفضائية. في حسابات أخرى يعني كابتن عامر. كتير. إن الكرة دلوقتي كابتن خالد عارف طبعا وحضرتك عارف إن الكرة دلوقتي أكيد حتى في البطولات الأوروبية بنلاقي برشلونة وريال مدريد لعبوا بعض 3 أيام طبعا في مباراة السوبر، رغم إن هي بداية موسم وحمل كبير قوي، إنما هي الفلوس دلوقتي هي اللي بتقول وهي المسيطرة على كل حاجة، وبالتالي قبل أي قرار بيتدخل فيه مش نواحي الفنية فقط، إن في نواحي مالية، تجارية، في نواحي جماهيرية، وفي نواحي أمنية، في نواحي كتير يعني كتير طبعا. كده الأمور بتدرس من كابتن عامر. كابتن خالد كان عايز يسألك في حاجة، اتفضل. هو طبعا قيل إن نادي الزمالك كان هيلعب الاثنين وبعدين تم التعديل إلى يوم الأحد، الكلام ده صح يا كابتن عامر ولا غلط؟ ده واحد. لا ده غلط 100% طبعا. غلط، لان انا قريت طبعا كتير جدا النهارده، وانا طبعا بقول في ظل وجود حضرتك بسال يعني عشان برضو نصحح المعلومه الناس. تاني حاجه ممكن تخش على موقع الاتحاد وهتلاقي بالتاريخ القرار وترتيب المباريات، مفيش حاجه اتغيرت خالص. طب تاني حاجه كابتن عامر بعد اذنك، كاس السوبر ايوه اخبارها ايه؟ والله يا كابتن خالد انا مستني يوم 26 ان شاء الله عشان اعلن الجدول وال كل المنافسات خلال الموسم، اللي هو اجتماع الاتحاد الافريقي اللي هيحدد فيه تصفيات 2013. لانه في موقع الاتحاد الافريقي لما جيت اطلع على البيانات اللي عنده قالوا ان تصفيات 2013 خلال بطوله الامم الافريقيه 2012، ما حددوش مواعيد نهائيه، ودي تقريبا 21 يوم البطوله، فبالتالي انا ما اقدرش احط جدول واسيب 21 يوم فاضيين واحنا مزنوقين كده. قلت لما اتصلت بالاتحاد الافريقي قالوا ان اجتماعات المكتب التنفيذي واللجان هتبدا من يوم 24، فاحنا من يوم 26 على قد عدد الدول المشاركه في التصفيات هنقدر نحدد هنعمل تصفيه واحده او 2 أو 3 بخروج المغلوب علشان الفرق اللي هتوصل ل 2013. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي مش واضحه عندي في الاجنده عشان اقدر اطلع الجدول واحدد مباراه السوبر ان شاء الله. عاوز اقول لك الله يكون في عونك. المهمه صعبه يا كابتن عامر، معلش يعني 19 نادي برضو المهمه صعبه، وعندك مشاكل تانية الله اعلم. ربنا يسهل ان شاء الله. طبعا كابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات الاتحاد المصري لكره القدم، شكرا جزيلا لك طبعا على هذا التوضيح. الخبر الاخر خاص بنادي الزمالك كابتن خالد، اللعيبه البدلاء اللي كانوا يعني في مباراه وادي دجله عملوا مباراه وديه كسبوا فيها 4-0، لعبوا مع فريق الاماريه كسبوا فيهم 4-0، علاء علي احرز هدفين وحسام عرفات واحمد سمير كل منهم احرز هدف، احمد حسام نزل في الشوط الثاني، لكن يعني الكلام اللي بيقول من الجهاز الفني ولسه مش جاهز بدنيا. انا سمعت تعرض لاصابه، ما اعرفش اذا كان صح ولا لا، سمعت ما اعرفش يعني انا ما اعرفش اذا كان تعرض لاصابه في المباراه. اعتقد ان الكابتن حسن شحاته واخد الامور بجديه بشكل كبير جدا، دي مباراه وديه برضه لاكتساب مزيد من اللاعبين الخبره، وخاصه انه داخل على بطوله في الوقت الحالي بطوله الكاس بعد خروج النادي الاهلي. اعتقد ان نادي الزمالك هو الاقرب للفوز بالكاس في ظل تواجد اسماعيلي او انبي مع احترامي وتقديري طبعا، ولكن هم اكثر خبره، وحسن شحاته يتمنى الفوز بالبطولات. كنا قريت تصريح النهارده لاسماعيل يوسف بيقول طبعا بعد خروج الاهلي المهمه اصعب للزمالك، بيقول لك الضغوط العصبيه ممكن يكون محق فيها ان الضغوط العصبيه اكتر لنادي الزمالك، لان طبعا هو المرشح الاول ودي ممكن تعمل ضغط على لعيبه النادي الاسماعيلي، بس انا اعتقد ان الجهاز الفني كابتن حسن شحاته عنده برضه من التعامل النفسي للاعبين اللي يقدر يأهله انه يلعب على الفاينل بالنسبه للكاس. طبعا برضه هتبقى في منافسه لان حرس عنده خبره كويسه جدا، الاسماعيلي عنده امكانيات وعنده لاعبين ممتازين، يعني بطوله هتبقى صعبه جدا على الزمالك. اكيد. الخبر الاخر خاص بزعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري بعد الهزيمه بالامس ب3 أهداف مقابل هدفين، خرج الاتحاد السكندري من بطوله كاس مصر، وبعديها كان في المؤتمر الصحفي طبعا الاستاذ عفاد السادات رئيس نادي الاتحاد السكندري، وحصل يعني مناوشات ما بينه وبعض الجمهور، والاستاذ عفاد السادات طبعا رئيس نادي الاتحاد السكندري
كما ذكر في المواقع، يعني هو دلوقتي سمعني الاستاذ عفت طبعا، ذكر في المواقع ان هو سبب انفاق الاموال على الاتحاد السكندري الفتره الاخيره ان الاتحاد السكندري بقى في الدوري الممتاز. هيكون معنا على الهاتف طبعا الاستاذ عفت السادات. استاذ عفت اهلا بيك معنا. مساء الخير كابتن خالد، ومساء الخير كابتن تامر. اهلا بيك. كابتن عفت يعني امبارح بقى في المؤتمر الصحفي يمكن يعني حصل كلام ما بينك وبين الجمهور او بين الصحفيين، وذكرت في الموضوع كما نشر وكما كتب ان الاتحاد قعد في الدوري بسبب فلوسي. وانا كنت حضرتك بتقول انا كنت رافض الاجابه على هذا الموضوع، ولكن انا الاوان تعرفوا الحقيقه. ده اللي يعني نشر. هل ده كلام حتى ممكن يقبل انه يقال بهذا الشكل؟ يعني انا عشان كده جبنا حضرتك على التليفون. كلام للاسف يعني عاري تماما من الصحه، ويعني حتى المناوشات اللي حضرتك بتشير اليها الكلام ده لم يحدث. يعني انا الندوه امبارح استمرت لاكثر من 3 ساعات، وتكلمنا فيها يعني بكل ود وبكل شفافيه وطموح لنادي الاتحاد الفتره القادمه. امبارح احنا طبعا كلنا انزعجنا، وانا اول الناس يعني انتابني القلق، لان طبعا انا كان يهمني ان الفريق في بدايه تكوينه للفتره القادمه انه يبان بشكل يطمئن جماهير واعضاء النادي. لكن احنا كان في يعني سوء توفيق امبارح الحقيقه. ويعني حضرتك عارف ان انت لما بتكون فريق جديد يعني كل عناصره من الشباب الصغير، يعني برضه بتبقى محتاج شيء من الوقت للتجانس. لكن في النهايه انا بطمن كل الاعضاء وكل الجماهير ان يعني ما زال عندنا مجموعه من اللاعبين اللي جاري اعدادهم ان شاء الله، واللي في الفتره القادمه هيظهروا مع الفريق، وهيظهر القوام النهائي للفريق في الفتره القادمه. واحنا الحمد لله عندنا فتره اعداد جيده مع بدايه موسم او بطوله الدوري باذن الله. نعم. كابتن عفت ليه الاقاويل، معلش يا كابتن خالد انا اخر سؤال بعد حضرتك اسال الكابتن عفت، ليه الناس في الاقاويل في اسكندريه بتقول ان الكابتن عفت بيتدخل في تشكيل هتلعب المباراه؟ كابتن عفت هو يعني فلوسه اللي بتسبب في هذا الموضوع. في حمله موجهه او في رايك في وجهه نظرك حمله موجهه ضد الكابتن عفت السادات؟ لا، هو انا يعني حضرتك عارف ان احنا فتره انتخابات واحنا بكره عندنا انتخابات النادي، وبالتالي حضرتك عارف ان الكلام بيكثر والاشاعات، ويعني المنافسين بقى يعني اللي شايفين يعني لهم يعني مآرب اخرى، بتبقى فتره شويه كده. يعني اعتقد ان الناس النهارده بقت واعيه، ومش اي حاجه النهارده حد بيصدقها، لان معروف تصرفات وقرارات يعني عفت السادات داخل نادي الاتحاد. وبالتالي كل ما يثار من بعض الاعلاميين او المواقع اللي ما بتبقاش امينه الى حد كبير، اعتقد ان الناس النهارده بقت واعيه ومحدش بيقرا الكلام اللي ملوش اي اهميه ده خالص يعني. نعم. كابتن عفت السادات رئيس نادي الاتحاد السكندري، شكرا جزيلا لك وكل التوفيق ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله بكره تمر الانتخابات بسلام. شكرا جزيلا لك استاذ عفت السادات. شكرا. ليا تعقيب بس على موضوع رجال الاعمال في الانديه. يعني انا اتمنى من كل انديه الاقاليم ان هي تعتمد على الفكر اكتر من رجال الاعمال. يعني الكابتن عفت ينجح باذن الله، اتمنى له التوفيق، او للاستاذ شريف الحلو، ممكن اتمنى لاي حد التوفيق. للاتحاد نادي كبير جدا وله شعبيه وجماهيريه، بس كل موضوع نفس السيستم المصري، نفس السيستم الاسماعيلي، انديه الاقليم بالكامل تمتلك مجموعه من رجال الاعمال ممكن ما يكونش عندهم الفكر الكافي الاحترافي لاداره نادي. هناك فارق يا كابتن بين كيفيه اداره نادي وان انت تجيب راجل اعمال يدير النادي. هو رجال الاعمال برضو لابد زي ما هم بيديروا شركات بشكل كبير، اما قلت لك الفكر. يعني انا مش محتاج راجل عامل يصرف 20-30 مليون جنيه والسنه الجايه يصرف 20-30 مليون جنيه. كره القدم في انديه الاقاليم مختلفه تماما. يعني انا مثلا الاتحاد، ايه هو المطلوب من نادي الاتحاد؟ هل الفوز ببطوله الدوري؟ صعب. الفوز بالكاس؟ نعم. يعني ممكن نقول 50%. ايه البطولات اللي بيخش فيها؟ ممكن المنافسه على الشامبيونز ليج او كاس القارة. اشتغل على 3-4 سنوات مع عفت السادات او شريف الحلو. نتمنى التوفيق لاي حد فيهم اللي يخدم نادي الاتحاد. بمعنى اشتغل بفكر متطور. ايه اللي مطلوب من نادي الاتحاد في الفتره الجايه؟ هل انا طالب لعيبه تكلف النادي 30 مليون جنيه في السنه في الاخر اصارع من اجل البقاء في الدوري الممتاز؟ لا، انا بشتغل بفكر ثاني خالص. احاول اقلل العقود بتاعه اللاعبين، اجيب لعيبه لسه عاوزه تلعب تاني وتدي قيمه لنادي الاتحاد، على اساس ان انا اول سنه بقعد في نص الجدول او بقعد في بس اغلبهم لعيبه صغيره يا كابتن خالد بتوع الاتحاد. انت بص الاتحاد، يعني هقول لك اكيد هنيجي لما نتكلم، بس هل ممكن نعمل يعني موضوع شرفي، يعني رئيس نادي شرفي هو اللي يصرف ورئيس نادي فعلي والانتخابات الجمعيه العموميه، ولا صعب؟ يعني هنا خد بالك، يعني انا يعني